ذاتها. أحمد بومبا الصحفي السابق لإذاعة البوليزاريو العائد مؤخرا إلى أرض الوطن يفضح تفاصيل هذا التعتيم وأسبابه وتداعياته للزميل عبد الحفيظ المنور. التفاصيل في الريبورتاج. أحمد بومبا 29 سنة التحق مؤخرا بأرض الوطن. من مواليد تندوف، عمل صحفيا بإذاعة البوليساريو لأزيد من 14 سنة بعد تكوين إعلامي بالجزائر. يفضح اليوم سياسة التعتيم الإعلامي الذي تمارسه الجزائر والبوليساريو على سكان المخيمات، وهو الذي كان تحت الضغط لإذاعة أخبار عديمة المصداقية لم يكن مقتنعا بها. في بعض الأخبار وأثناء تحريرها لأني كنت أشارك أحيانا في إعداد مجموعة من التقارير والمراسلات من أماكن عدة. أحيانا لم أرضى عن بعض التقارير التي كنت أقدمها، لأنه كانت حقيقة تحائد الحقيقة، يعني تحائد الواقع، لأنه هناك ظروف غاسية جدا يعاني منها سكان مخيمات تندوف. أحمد بومبا يؤكد أن سكان المخيمات ليسوا على اطلاع بمبادرة الحكم الذاتي نتيجة التعتيم، لكنهم رغم ذلك يواصلون التشبت بالعودة إلى أرض الوطن رغم الحصار والظروف القاسية. هناك تذمر شديد حقيقة داخل المخيم، لكن ما زال مسيطر عليه بشكل رسمي، كون المجتمع الصحراوي مجتمع بدوي بعيد عن مؤسسات صنع القرار. لذلك يعني المواطنين أحيانا فقط تراهم يبحثون فقط عن لقمة العيش. الناس العاديون البسطاء الذين يعانون حقيقة داخل المخيم هم ليسوا على دراية بتفاصيل الحكم الذاتي. أحمد وكغيره ممن التحقوا مؤخرا بأرض الوطن تفاجأ إيجابيا لواقع الأقاليم الجنوبية للمملكة عكس الصورة التي يرسمها البوليساريو لساكنة المخيمات. عندما زرت الأقاليم الجنوبية للمملكة رأيت مؤسسات، رأيت بنية تحتية، رأيت حقيقة إدارات في غمة الحداثة. بكل صراحة كونني جئت من مخيمات تنعدم فيها هذه الأشياء. أحمد بومبا ومن مدينة العيون، حيث يقطن حاليا يدعو المنظمة الدولية للتدخل لفك الحصار على ساكنة المخيمات للعودة إلى حضن الأسرة بالمملكة وتوديع سنوات الشتات العائلية التي عانته وما زالت تعانيه العائلات الصحراوية.